أهلا وسهلا بكل متابعي قناة كلمات. فيكتور هوجو هو أديب وشاعر فرنسي، يعد من أبرز أدباء فرنسا، وتميز بأعماله الرومانسية واشتهر بأعماله الروائية. تم ترجمة رواياته للعديد من اللغات. ولد فيكتور هوجو سنة 1802 في فرنسا. كان والده ضابط في جيش نابليون، وكانت الحياة الزوجية بين والديه تحمل الكثير من المشاكل. ولما كان فيكتور هوجو عنده 2 سنين أخدته والدته عشان يعيش معاها في باريس. أحب فيكتور هوجو باريس وأطلق عليها اسم المكان الذي ولدت فيه روحي. درس فيكتور الحقوق وتعلم الأدب اللاتيني، وبدأ في سنة 1816 بكتابة القصائد الشعرية والمسرحيات. وفي سنة 1822 نشر أول ديوان شعري بعنوان أناشيد وقصائد متنوعة. لقى هذا الكتاب ترحيب ونال عليه مكافأة من الملك لويس ال18. واستمر هوجو في كتابة النثر والشعر والدراما والمقالات السياسية، لكنه اشتهر بالكتابة الرومانسية، وكان من الكتاب اللي أطلقوا على نفسهم الكتاب الرومانسيين. كان فيكتور هوجو طول حياته معارض لتنفيذ عقوبة الإعدام، وعبر عن موقفه ده في الكثير من أعماله الأدبية وكتاباته. وفي سنة 1851 استولى نابليون على السلطة في فرنسا ونصب نفسه إمبراطور عليها. فقام هوجو بتنظيم حركة مقاومة لنابليون، لكنها فشلت. فترك فرنسا هو وعيلته وعاش في المنفى لحد عام 1870. وأثناء إقامته في المنفى نشر الكثير من أعماله الأدبية، واللي كان من أهمها وأشهرها رواية البؤساء. وفي سنة 1871 رجع هوجو لفرنسا كرجل دولة وأديبها الأول، وتم انتخابه نائب عن باريس، لكنه استقال من المنصب بعد وفاة بنته. وفي سنة 1878 أسس فيكتور هوجو جمعية الأدباء والفنانين العالمية، وأصبح رئيس فخري ليها. من أشهر أعمال فيكتور هوجو رواية البؤساء، رواية أحدب نوتردام، رواية الرجل الضاحك، رواية ملائكة بين اللهب، رواية هاني الأيسلندي، ورواية عمال البحر. اتوفى فيكتور هوجو سنة 1885 نتيجة إصابته بمرض خطير في الرئة، وتم دفنه تحت قوس النصر في مدفن العظماء، إكراما له كأديب مثل قلب فرنسا وروحها. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.